ازرع جنين يوم ثالث ولا ازرع جنين يوم خامس؟ ايه الاحسن؟ ده احنا سمعنا كمان ان في جنين يوم رابع وفي جنين يوم سادس، ايه الحكايه دي؟ في الحقيقه الاجنه بعد ما بنكونها في اول يوم عن طريق الاخصاب بالحقن المجهري بيبقى عندنا الجنين ده عباره عن بويضه مخصبه. في اليوم الثاني بيكون خليتين، في اليوم الثالث بيكون من 4 إلى 8 خلايا، وفي المرحله دي ممكن الجنين يتزرع. زمان كنا بنزرع الأجنة في اليوم الثالث، وبعد كده بدأنا مع تطور الحضانات معانا وتطور العلم في الجزئية دي إن احنا نشوف إن احنا ممكن نمد الأجنة دي لحد اليوم الخامس. سبب كبير بيخلينا نمد الأجنة دي لليوم الخامس هو التوقف اللي بيحدث في الجينوم في اليوم الرابع، بمعنى ان في اجنه بتقع مننا على اليوم الرابع، وبالتالي اجنه اليوم الخامس هي اجنه مفلتره، اجنه خلاص عدت بالمرحله اللي بتاعه اليوم الرابع اللي المفروض فيها عدد من الاجنه مش قليله بتبدا ان هي تتوقف عن الانقسامات، وبالتالي اصبح منطقيا ان جنين اليوم الخامس هو افضل من جنين اليوم الثالث. ولكن هو الموضوع ما بيتحسبش كده، هو الموضوع بيتحسب انا زي ما عندي جنين بيكبر بره الجسم، انا عندي بطانه رحم وعندي حاجه اسمها الامبلانتيشن ويندو او الفتره المسموحه اللي انا المفروض انقل فيها الجنين ده داخل تجويف الرحم عشان يحدث حمل. وبالتالي برجع لنفس الكلام اللي بقوله لحضراتكم دايما، الانديفيدواليزيشن، ان احنا في حالات انا بصمم ان انا ازرع لها يوم ثالث، في حالات انا بصمم ان انا ازرع لها يوم خامس. مين الحالة دي ومين الحالة دي؟ ده قرار أنا باخده أثناء دورة العلاج، باخده وقت التحضير، باخده بعد سحب البويضات، باخده بعد النقاش مع دكتورة المعمل أو طبيب المعمل علشان أقدر أبقى عارف إحنا ماشيين في أنهي اتجاه، الانقسامات ماشية بشكل طبيعي ولا لأ، بطانة الرحم جاهزة معايا ولا لأ، وبالتالي لما ناخد قرار يبقى هو أفضل قرار للحالة.